والتاريخ بيقول هولندا لما بترجع بتخلص. دخل الوقت الاضافي واللعيبه مرهقه، الدنمارك بتلعب نص ساعه على اعصابها، على قلبها، على اخر نفس عندها اساسا، وشمايكل واقف في الجون كانه حائط صد، يتصدى يزعق يرفع الفريق حرفيا بصوته ايده ونظراته. اعتقد لو حد مكانهم كان 100% هينهار، لكن الدنمارك ما انهارتش. يعدي الوقت الاضافي وتيجي اللحظه اللي بتخوف اي منتخب، ركلات الترجيح. في اللحظه دي الكاميرات راحت على واحد بس، ماركو فان باستن، ملك الهدافين، واحد من اخطر رجاله اوروبا. الاستاد كله واقف على رجل واحده بيتفرج وهو بيجهز الكوره، وشمايكل ثابت ما بيرمش، فان باستن بيشوط وشمايكل يطير ويصدها. سكوت، لحظه مجنونه، الاسطوره بتقع والمعجزه بتبدا تكمل. الدنمارك بعدها تسجل وتهزم هولندا وتمشي للنهائي. طبعا فرحه جنونيه، بعدها مفيش حد بيتكلم، مش عشان مش مصدقين، عشان كل واحد فيهم فهم ان اللي حصل ده اكبر من مفاجاه. ده كان اعلان كده رسمي ان الدنمارك مش جايه تشارك، دي جايه تكسب. الصحافه في اوروبا ما عادش عندها رد، الجماهير السويديه بدات تشجعهم، والعالم كله بدا يتهيأ لفكره غريبه جدا، الدنمارك ممكن تكسب اليورو، والليله دي اتولدت الاسطوره.